ثلاث حاجات عملهم محمد صلاح عشان يوصل للنجاح ده. اولا، ما سمعش كلام الناس في مصر. كلام رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس ان هو محتاج شغل كتير عشان يدخل في بوتقة مش عارف. اشتغل على نفسه وعلى تنمية مهاراته خصوصا النواحي البدنية. صلاح عمل حاجة كان جدودنا زمان يقولوا لنا عليها: لما تكون الدنيا مش ماشيه معاك غير العتبه. وده عمله لما ما كانش موفق في تشيلسي وراح فيورنتينا وبدا التالق كله. كان قاعد في مصر ما كانش هيفلح، والحمد لله ان هو مشي. 28 ديسمبر سنه 2011 رئيس نادي الزمالك الاسبق ممدوح عباس كان في حوار اتكلم فيه عن محمد صلاح، وقال فيه ان هو لعيب كبير بس لسه محتاج شغل كتير لان هو لعيب اناني. قال كمان ان هو بيعجبه اداء محمد النني ديفندر المقاولين العرب اكتر بكتير من اداء محمد صلاح. الزمالك في الفترة دي قال ان هو رفض انضمام محمد صلاح للزمالك، والحمد لله انه عمل كده. 1992 في قرية نجريك مركز بسيون كانت بداية الرحلة، واتولد نجمنا محمد صلاح. دوري بيبسي للمدارس كان البوابة اللي كان من خلالها اكتشاف اعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية. الشباب سنة 2010 و2011 كان في لعيبة كتير نجوم اختفوا بعد كده، على راسهم محمد إبراهيم وصالح جمعة، وما كانش ظاهر قوي نجم محمد صلاح. كانوا الاثنين دول اعلى منه، لكن فرق المينتاليتي اللي اتكلم عليها صلاح في يوم من الايام هو اللي خلى الفرق ده يبان قوي ما بين محمد صلاح ومحمد ابراهيم وصالح جمعة. المينتاليتي ده بان في انه اكتر من لاعب اخذ نفس الفرصة اللي اخذها محمد صلاح، خصوصا في نفس النادي بازل السويسري زي احمد حمودي وعمر جابر، وما حققوش نفس النجاح اللي وصل له محمد صلاح او حتى محمد النني. بنسبه كبيره رحله محمد صلاح في الملاعب الاوروبيه هتنتهي مع نهايه الموسم ده، وبنسبه اكبر وجهته اللي جايه هتكون على الدوري السعودي. شخصيا اتمنى ان هو يجي بيراميدز طبعا. انتصر عبر مشاركاته في كاس العالم 1990 و2018 ما جابش غير 3 اهداف. هدف جابه مجدي عبد الغني اللي ذل الشعب المصري كله بيه، والهدفين التانيين جابهم محمد صلاح. وبكده يبقى محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم. على المستوى الفردي يمكن اخذ كل الجوائز، اخذ الحذاء الفضي واخذ الحذاء الذهبي واخذ جائزه افضل لاعب في افريقيا في BBC وافضل لاعب في افريقيا من الفرنس فوتبول. لكن الحاجه الوحيده اللي ما اخذهاش مع منتخب مصر هي كاس الامم الافريقيه، بالرغم من انه وصل لنهائي البطوله في 2017 و2022 وفشلنا في ان احنا ناخد البطوله.